السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رورو بطة، والنهاردة هنحكي لكم مش هنحكي لكم قصة سيدنا يوسف بسرعة، لا هنحكيها لكم بالتفصيل من اللي بين السطور، كأنكم عايشين وسط الحكاية بالظبط. واحنا معانا شيخ صغير عمر هيسمع، وكل ما يفكر معانا وكل ما يفهم السر هياخد نجمة. 12 نجمة. ايوه 12 نجمة، عشان قصة سيدنا يوسف 12 محطة. ابدأ. تخيل معايا ولد اسمه يوسف عايش في بيت كله أنبياء، جده إبراهيم، أبوه يعقوب، وعمه سيدنا إسماعيل. يعني الدم اللي بيجري في عروقه دم أنبياء. بس المشكلة لما انت تبقى ابن نبي، الناس كلها هتستنى ان انت تبقى نبي من وانت صغير. سيدنا يعقوب كان بيحب يوسف حب مش طبيعي، لأنه كان شايف فيه الحلم وشايف فيه النور. تعال أسألك سؤال يا شيخنا، تفتكر الحب الزيادة ده نعمة ولا ابتلاء؟ ابتلاء، عشان هيتأذي بسببه. بالظبط، لأن النعمة دي أو الحب ده جاب غيرة. أدي نجمة ليك. وفي ليلة يوسف نام وحلم حلم، بس حلم مش عادي ومش طبيعي. حلم إن 11 كوكب والقمر والشمس بينحنوا قدامه، يعني بيسجدوا له. صحى من النوم وراح لباباه وقال له: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. فهو سيدنا يعقوب اتلخبط وقلبه اتقبض، عشان عرف إن ابنه هيبقى مش عادي. قال له كلمة واحدة، قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. تفتكر ليه يا شيخ عمر ليه سيدنا يعقوب قال له يا ترى ما تقولش لاخواتك اللي انت حلمت بيه؟ عشان هيحسدوه. صح، نجمة كمان، عشان الشيطان بيدخل من باب الغيرة. كان ليه قميص حلو، باباه اللي جابهوله. تافه؟ لا، القميص ده كان اعلان ان ده ابن باباه المفضل. اخواته ال11 كانوا رجالة، كانوا بيشتغلوا في الغيط، الحرارة والشمس، وهو كان قاعد في البيت ما بيعملش حاجة، وباباه بيحبه. تخيل النار اللي جواهم كانت بتكبر كل يوم. قعدوا مع بعض قالوا: يوسف واخوه احبوا الى ابينا منا ونحن عصبة، يعني احنا اقوياء وكتير وهو واحد. ازاي؟ تفتكر الغيرة بتبدأ بكلمة ولا بفعل؟ الكلمة تكبر بالقلب. صح، ادي النجمة التالتة. شاطر، النجوم عندك بتزيد. فقرروا، واحد قال نقتله وواحد قال نرميه. اختاروا البير. ليه البير؟ عشان خاطر لو مات يبقى قدره، ولو عايش يبقى بعيد. فقرروا في كدبة ان يقولوا ان الذئب اكل. راحوا لباباهم وقالوا له: يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. تخيل وش سيدنا يعقوب وهو سمعهم، وشه اتقسم نصين. تعال اسألك سؤال بقى يا شيخنا، ليه ما كذبوش وليه قالوا بالذات عن الذئب؟ عشان يخوفوه. صح، لان الذئب ما بيسيبش اثر وراه. ادي النجمة الرابعة. تخيل رموه في الضلمة، في المية، في البرد، في الخوف. ولد صغير لوحده في بير عميق، كان ممكن يصرخ، كان ممكن يكفر، بس ربنا أوحاله في اللحظة دي وقال له: ولنبأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني يا يوسف ما تخافش، هيجي يوم تاني وهتشوفهم وهتذكرهم. تعال أسألك سؤال، تفتكر الوحي ده عمل فيه ايه؟ طمنه وخلاه يصبر. ايوه، الصبر بدأ في بير. ادي النجمة الخامسة. تاني يوم كان في قافلة ماشية، وواحد نزل فالدلو اتشد وطلع ولد فقال: يا بشرى هذا غلام. فأخدوه على مصر وباعوه بكام؟ بدراهم معدودة. وكان فيه من الزاهدين. تخيل اللي هنا ابن نبي يتباع كأنه بضاعة. بس مين اشتراه؟ عزيز مصر، يعني وزير المالية، يعني خطوة من القصر. هسألك سؤال، تفتكر ده حظ ولا ترتيب من ربنا؟ ترتيب من ربنا. صح، بالظبط. وادي النجمة السادسة. كبر يوسف وبقى شاب جميل ومتربي في قصر، بس القصر فيه فتنة. مرات العزيز راودته عن نفسه، قفلت الأبواب، لكن هو قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اختار السجن على المعصية، اختار ربنا على القصر.
هسألك سؤال، ليه ما هربش من الاول واستنى لحد ما اتهموه؟ عشان يثبت ان هو مظلوم. صح، عشان يثبت ان هو مظلوم، لان الصبر ليه اخر. دخل السجن سنين ظلم، بس في السجن اتعلم، فسر احلام وعلم الناس وبقى كبيرهم. قابل اتنين، واحد قال اني اراني اعصر خمرا، والتاني قال اني اراني احمل فوق رأسي خبزا. فسر لهم، واحد هيتعدم والتاني هيخرج، فقال اللي هيخرج اذكرني عند ربك. انا اسألك سؤال يا شيخ، تفتكر السجن ده بداية ولا نهاية؟ بداية. صح، ادي النجمة التامنة. بس اللي خرج من السجن نسي سنين، ويوسف قاعد مستني. هسألك سؤال يا شيخ عمر، تفتكر ليه ربنا خلاه يتنسي؟ عشان ما يبقاش بفضل البشر. صح، عشان خاطر لما يخرج يبقى يخرج بعزة وبطلب الملك. يعيد النجمة التاسعة. الملك حلم 7 بقرات سمان يأكلهم 7 عجاف، محدش عارف. فافتكر الساقي يوسف، فقال في واحد في السجن بيفهم، فجابوه. فقال 7 سنين زرع 7 سنين جوع. فقال لهم خزنوا. فالملك قال أتأتوني به؟ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. سألك سؤال، تفتكر ليه الملك صدقه ووثق فيه بسرعة؟ عشان كلامه صح. صح، كلامه صح والصدق كان باين عليه. يوسف بقى عزيز مصر، جاله اخواته مش عارفينه، ذلهم انتقم؟ لا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. لو أنت مكانه هتعمل إيه؟ هسامح. ادي النجمة ال11، فاضل لنا فصل واحد وكده هتقفل 12 نجم. في آخر المشهد جاب أبوه وأمه ورفعهم على العرش وخروا له سجدا. الحلم اللي من 40 سنة اتحقق، من قميص دم كذاب لقميص شفاء، ألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرا. الخلاصة بقى يا شيخ عمر إيه؟ اللي بعد البير قصر. صح، وكده قفلنا القصة وخدنا 12 نجمة، وانتوا كمان خدتوا 12 نجمة. انا حكيت وهو سمع وفكر. لو انت دلوقتي في فصل من الفصول استنى عشان فصل 12 مستنيك. معانا عمار العسولي، هيبقى قلبي ده، هيبقى معانا فيديوهات تانية كمان ان شاء الله. ماشي، يلا بينا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والباي باي. قول باي، قول يلا باي باي. اللهم استعملوا وتستبدلنا، ونشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسفة لو في حاجة في الفيديو عشان انا تعبانة بس من التفكير والله، فاكيد باين عليا يعني، وعشان تعبانة في التفكير في فيديوهات وكده، فاتمنى تقدروا تعبي وتشتركوا وتبعتوا لغيركم، لان الدال على الخير كفاعله، وتقدروا ان انا تعبت بس مش اكتر. شكرا، وغير ان انا تعبانة في المونتاج.